بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب المصري العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة لقد رأينا بالأمس السيد الفريق المثير الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يقف عاليا خفاقا في البرلمان الأثيوبي رافعا اسم مصر عاليا خفاقا برضه. المهم، قد يظن بعض الإخوان المتأسلمين تجار الدين أن السيد الرئيس المثير الزعيم عبد الفتاح السيسي راح إلى أثيوبيا تحت ضغوط من هذه البلد، ولكن هذا لم يحدث. وفي الواقع يا سادة أن حقيقة ما حدث أن الرئيس الأثيوبي جاء إلى مصر من أسبوعين علشان يجامل السيد الفريق المثير الزعيم عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي. الراجل بص اتوهم، قال لك مليارات من هنا على مليارات من هنا على مليارات من هنا. المهم الراجل قال لك لا، الموضوع ده فيه مصلحه. تعمل ايه يا رئيس اثيوبيا؟ تعمل ايه يا رئيس اثيوبيا؟ قال للناس والزعماء اللي موجودين انا عازمكم كمان اسبوعين على عيد ميلاد كاتياني. فالسيد المثير قال له يعني مين كاتيانا دي؟ بنتك؟ قال له لا دي حماتي. المهم سياده الفريق المثير الزعيم عبد الفتاح السيسي راجل وطني، قال لك لازم نروح نجامل الراجل زي ما بيجاملني. خد له تورتايه من عند حلو السام ب 54 جنيه على حساب الدوله، وخد بعضه وتوكل على الله طلع على اثيوبيا. الرئيس الاثيوبي وقف استقبل سياده المثير الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبال تاريخي، وشافه وهو نازل وفي ايده التورتايه. قال له ايه ده؟ رز؟ قال له لا دي تورته. قال له انت مش جايب معاك غير تورته؟ قال له ايوه. قال له احنا هنبني السد من بكره. سيادة المثير سمع الكلمة من هنا واتصل بالصب أشرف من هنا. أنت فين يا أشرف؟ خير يا سيادة الرئيس؟ قال لي الناس دي مسنسنة معايا ومش عايزة تسمع الكلام. أنا بكرة عندي كلمة أمام البرلمان الأثيوبي، جم معانا سكة وخلصوا ما خلصوش هقول لك كلمة السر في النص بيني وبينك وتطلع على السد تفجره. المهم قبل جلسة البرلمان الرئيس الأثيوبي قعد مع السيد المثير الفريق الزعيم عبد الفتاح السيسي، قال له إحنا مستعدين ناخد منكم مية النيل ونديكم لحمة. سيادة المثير قال له بس يعني ما هو الناس هتاكل لحمة هتعطس، أما مش هيلاقوا ما يشربوها، يعني لازم نتصرف برضه. قال له طب أنت عايز إيه؟ قال له خدوا نص ميه النيل وادونا كبدي. المهم السب أشرف وصل عند السد وكان في حته محدش يشوفه فيه، وطلع راديو يسمع خطاب السيد المثير الى ان جاءت ساعه الصفر، وقال السيد المثير كلمه السر لتحين اللحظات الحاسمه. اهدي. الحمد لله الحمد لله. السب أشرف يا ريس، تم المهمة بنجاح. أنا الآن أقف على أطلال هذا السد اللعين. لعين إيه يا ابني؟ أنت فجرت إيه؟ فجرت إيه؟ فجرت السد. سد إيه يا ابني؟ بنقف قدام السد والسد سليم أهو. سليم؟ إيه؟ أمال إيه فجرت إيه؟ أنا فجرت إيه؟ الجميع يعلم وطنية السب أشرف ويعلم أن ذلك الخطأ خطأ غير مقصود، بس العيب منه برضك. هو اللي قال لي فجر السد اللي على النيل، أنا إيش عرفني؟ أنا نزلت تحت لقيت سد فجرته، أعرف من إيه؟ لو عايز تورتاية من بتاعة كاتياني اعمل سير، ولو عجبك تفجير السد دوس سبسكرايب. السلام عليكم.